مفيد فوزي مات. والله قهرتيني والله. تقريبا كده سنة 22 برغم الغلا والمعاناة اللي فيها الناس، لكن هي سنة 22 حلفت يمين ان هي ما تمشيش الا وهي واخدة معاها كم واحد من الوشوش ما علينا يا سيدي. لكن من ساعة ما انتشر خبر وفاة مفيد فوزي والناس عمالة تتكلم في الموضوع، جزء من الناس فرحانين ان هم خلصوا من واحد، والجزء الثاني عمال يترحم عليه، اما الجزء الثالث فعمال يرد على الناس اللي بيترحم عليه وبيقول لهم يا عم انتوا بتعملوا ايه؟ ده مفيد فوزي كان مسيحي. طبعا قصة ان انت تترحم عليه او ما تترحمش وجواز الترحم على غير المسلم خلاص الموضوع شبع كلام، لكن انا عايز الخص لك قصة مفيد فوزي في كام حاجة، وليه الناس اصلا باين عليها علامة الفرح ان هي خلصت من واحد. شوف يا سيدي، اذا كانت الناس فرحانة او شمتانة بغض النظر عن التسمية، الموضوع اصلا ملوش علاقة اذا كان مفيد فوزي اذا كان مسلم ولا مسيحي. ما هو عندك يا سيدي وائل براشي لما مات في جزء كبير من الناس فرحت وقالت الحمد لله خلصنا من واحد، وعندك الكائن احمد موسى لو ربنا كرمنا فيه اكيد الناس هتفرح، ومش بعيد الناس توزع شربات في الشارع ورز بلبن، ويا رب وزع كوكتيل عشان انا بحبه، بس انت قول يا رب. فموضوع فرحة الناس بوفاة مفيد فوزي ملوش علاقة اصلا اذا كان هو مسيحي ولا مسلم، لكن فرحة الناس كانت بسبب ان هو ربنا خلصهم من اسخف واحد في الدنيا، وواحد كان دمه يلطش، تقريبا هو الشخص الوحيد اللي المشاهدين والضيوف بتوعه كانوا كارهينه بسبب تقل دمه. يا راجل ده مفيد فوزي كان بيحسسك انه هيسأل سؤال من بره المقرر مفيش منه لا يمكن تتوقعه، وفي الاخر يطلع سؤال تافه زيه. يعني مثلا لما كان عامل لقاء مع مبارك وطلب منه يا ريس اديني الامان انا عايز اسالك سؤال، الريس قال له خلاص اسال يا مفيد، وخلاص تتوقع ان هو كده هيسال سؤال مفيش منه تاني، وفي الاخر ساله هو انت بتلعب مع حفيدك؟ وحياة امك. وبرضه قصة مفيد فوزي مع الشيخ الشعراوي بغض النظر اذا كان هو قال كده او ما قالش، في ناس حاليا فرحانة في مفيد فوزي بسبب قصة الشعراوي. طب يا سيدي هو حتى لو ما قالش كده على الشيخ الشعراوي ما كنتش هتفرح؟ لا، في جزء كبير من الناس فرحانة لانها خلصت اصلا من اللزوجة بتاعته. وعشان تعرف كمية تقل الدم والسخافة اللي كان فيها مفيد فوزي، قصته مع وزير الداخلية احمد زكي بدر واللي ما استحملهاش منه. قصتهم يا سيدي مع بعض كالتالي: احمد زكي بدر ده كان طويل اللسان وكان عصبي، في عيد الشرطة مفيد فوزي اخذ عدته واخذ كاميراته عشان يصور لقاء مع وزير الداخلية في مكتبه، لكن مفيد فوزي اتاخر عليه شويه وفضل يظبط في الكاميرات شويه، ظبط في لبسه وظبط في شعره، الراجل استحمل، فضل يسال فيه اسئلته السخيفه، الراجل استحمل لغايه ما وصل لاخر سؤال وساله هو انت حضرتك هتستقيل امتى؟ الراجل ما استحملش وقال له استقيل يا ابني، وفضل يشتم فيه. المهم مفيد فوزي قرب من قدامه لكن جنبه وفضل يشتم فيه برضه. ومن الاخر كده اللي عايز اقوله لك يا سيدي ان هو كان كائن غريب وكان كائن مستفز في اسئلته، ومن الاخر كده كان كائن. المهم ان هو كان مفروض علينا، ما تعرفش ليه، يمكن عشان ان هو كانت مهمته ان هو اصلا يدخل الناس في معارك وحكايات وهميه ملهاش علاقه بالواقع عشان يبعدهم اصلا عن المشاكل المفروض اصلا يتكلموا فيها. وعشان كده يا سيدي لما ربنا يخلصنا من واحد زي كده اكيد الناس مش هتزعل. وبكده يا سلامة سلامة يا حبيبي. سلام يا معلم. ابو تقل دم امك، ما بحبوش الواد ده. سيدي انا خلصت الفيديو بتاعي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.